بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية طيبة حارة في هذه الحلقة رقم 51 من قناة سلام الإعلامية. وفي البدء نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وعلى التواصل معكم عبر هذه القناة المباركة. وفي برنامج مع اللغة العربية أرحب بعنايتكم جميعا داخل الوطن الأسير وخارجه في رحاب هذه الحلقة، وهي رقم 51 في برنامج مع اللغة العربية. وحيكون عندنا ضيف عزيز صاحب كتاب، مؤلف كتاب جديد صدر العام الماضي باللغة العربية، وإن شاء الله سنسوق وإياه في هذه الحلقة معكم ومعه. وستكون هذه الحلقة الأولى، وإن شاء الله إن لم نكمل الحديث سنستضيفه في حلقة لاحقة بإذن الله. أحييكم تحية حارة مرة أخرى، وأدعوكم لمشاهدة هذه الحلقة في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة ثانية أيها الأخوة المشاهدون في قناة سلام الإعلامية، أحييكم مرة ثانية برفقة وتشريف أخونا البشمهندس إدريس إبراهيم محمد الحسن آيل. وهذا هو الكتاب الذي سنناقشه أو نستعرض وإياه، كتابه الذي جاء تحت عنوان تاريخ مدينة جندع الخضراء. وأخونا البشمهندس إدريس يقيم في لندن، وفي سيرته العاطرة هو من مواليد هذه المدينة الجميلة جندع 1964. درس الابتدائية في مدينة جندع الحكومية، ثم درس بعد ذلك التحق بمدرسة الوحدة الوطنية الابتدائية عام 78 900 ألف التابعة لجهاز التعليم الإريتري في مدينة بور سودان، وابتعث من قبل جهاز التعليم الإريتري إلى ليبيا. درس المرحلة المتوسطة والثانوية والجامعة في ليبيا، وهو خريج ومهندس زراعي في جامعة عمر المختار للعلوم الزراعية بالبيضاء. يقيم كما قلنا في لندن منذ العام 1990 إلى تاريخه، وربنا يديه الصحة والعافية. ويعمل حاليا تجارة، متزوج وله من الذرية 4 أولاد. أهلا وسهلا باشمهندس إدريس. أنا أرحب بك باسم كل المشاهدين والعاملين في هذه القناة المباركة. مرحب بك في حلقة من برنامج مع اللغة العربية، وأنت قد ساهمت بهذا المنجز الكتابي لغة وتاريخا وشخوص وأحداث ويعني تاريخ. بارك الله فيك. تفضل أستاذ. جزاك، يعطيك العافية. أحييك أخي أحمد، وأحيي كل الأخوة العاملين بقناة سلام الفضائية، وأيضا أحيي كل مشاهدي قناة سلام الفضائية. وأنا شرف لي أن أكون معكم اليوم ونستعرض كتاب تاريخ مدينة جندع. يا سلام، أهلا وسهلا أهلا وسهلا. مدينة جندع، عندما نقول الخضراء قد لا نضيف شيئا جديدا، ولكن خضرتها تكمن في ناس الطيبين زيك أستاذ إدريس. تسلم إدريس، كذا وأنت طالب في مراحلك زي ما ذكرت الابتدائية، ثم انتقلت إلى المتوسطة والثانوية والجامعة خارج الوطن. هل كان يراودك أنك أنت في يوم من الأيام ستكتب عن هذه المدينة وتوثق لتاريخها وأحداثه وأيامه، وأنت في بدايات العمر؟ وإن كان المسألة دي شوية قد لا تكون هداية، ولكن مؤشرات أنا في تقديري بالنسبة للكاتب بتبرز من المرحلة الابتدائية وما دونها أحيانا. نعم، والله طبعا احنا يعني انا من مواليد الستينيات، وتولدنا في مرحله صعبه جدا، مرحله الاستعمار وبطش الامبراطور هايلي سلاسي لشعبنا ولاهلنا. فكنا يعني زي ما تقول شهود لمرحله صعبه، وفي نفس الوقت طبعا مرحله الكفاح المسلح الذي اندلع يعني عام 1961. وكنا نشوف يعني الناس كيف يعني أهالينا كيف كانوا يعانوا من أجل أن ينالوا حريتهم واستقلالهم يعني، ويستردوا
بلدهم يعني ووطنهم. كنا نشوف يعني بطش الجيش الأثيوبي لشعوب منطقتنا يعني. ففي هذه الفترة طبعا الواحد صار عنده قوة الملاحظة يعني. شفت دائما كنا نجلس مع الكبار ونسمع منهم شو اسمه شجاعة الثوار وقصص البطولية للثوار، وكيف الجندي الإريتري الواحد يعني يهزم 10 من الجيش الأثيوبي. وكنا نشوف يعني طبعا في الفترة دي طبعا الواحد يعني زي ما يقول يعني تكونت في شخصيته الواحد منذ نعومة أظافره يعني يتعلق بأرضه أولا أكثر وبشعبه، وفي نفس الوقت تكونت فيه الحس الثوري. شفتها. فطبعا الدراسة في قندع كانت للأسف يعني نحن درسنا باللغة الأمحرية اللي هي أمحرينيا، لغة غير لغتنا. وثم انتقلنا طبعا إلى السودان، ومن جديد تعلمنا اللغة العربية وتعلمنا باللغة العربية. فكان في هذا الشيء زي ما يقول كان يصاورنا يعني، وحيث الواحد يوثق هذا التاريخ اللي عاشه. فنحن يعني حتى أنا درست طبعا في مدرسة حكومية، لم أدرس حتى في داخل إريتريا. حتى في مستوانا نحن في جميع من أقراني يعني في ناس نختلف في مستوياتنا الثقافية و و و و ورؤيتنا لكثير من المواضيع. أنا واحد من الناس أنا درست، ما لم أدرس في المعهد إسلامي ديني فيه كل أبناء طلبة مسلمين مثلا يعني، ولم أدرس في مدرسة خاصة. أنا عشت في مجتمع مختلط، مجتمع فيه مسيحيين، فيه مسلمين، فيه وطنيين، فيه أخوانا، فيه أشياء كثيرة يعني. شفت فيه شريف وفيه غير شريف. عانيت يعني من صغري من تعنصر يعني أبناء الكوماندوس، يعني كمان الكوماندوس كانوا بأعداد هائلة عندنا في قندع، وأبناء الأندن. فكنت أراقب كل شيء، فتولد عندي وعي يعني، وعرفت زي ما أقول دائما أنا أكرر هذه الكلمة، عرفنا طبيعة الصراع الموجود في المنطقة يعني صراحة يعني. فبالتالي طبعا دحين الواحد لما وعى وعرف يا أخي أحمد وانخرط أيضا في نشاطات الطلابية لتنظيمات الثورة الإريترية. فالواحد طبعا كنت أشعر دائما أنه أنا لم أقدم شيء لشعبي، فأحببت أن أقدم شيء لإريتريا ولو شيء بسيط يعني من الشيء اللي تعلمته. نعم، اللي بارك هو الله فيك. ألف هذا الكتاب ووثق التاريخ لهذه المنطقة حتى الأجيال القادمة تستفيد منه إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذنا الله. البشمهندس إدريس إبراهيم آيم. طبعا الكتاب الذي يعني نناقش مع مؤلفه صدر في عام 2022 وهي الطبعة الأولى، وحقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف، وطبع في لندن وطبع في بحالة جيدة يعني. الكتاب من الحجم المتوسط في قرابة 270 صفحة، واشتمل على كثير من المعلومات، أشخاص وأحداث وغير ذلك. كنت سألتك باشمهندس في لقاء سابق يعني من وين جاك وحي الكتابة والتوثيق، وذكرت الحديث الذي دار بينك وبين والدك رحمة الله عليه، فكانت نصيحة في غاية الأهمية. أنا أتمنى أنه تشرحها للمشاهد الكريم، وبعد ذلك سندخل تدينا ملامح عن مدينة قندع الخضراء كما وصفتها في هذا الكتاب. نعم، شكرا يا أخي يا أحمد. بعد وفاة الداعية والمصلح المراقب اللي كان مراقب بعالم قندع الشيخ عمر إدريس مودوي. تفضل شيخنا. نعم، بعد وفاة الشيخ عمر مودوي قبل 10 سنوات تقريبا. رحمة الله. هذا الشيخ طبعا راجل مصلح، وكان
راجل كان له فضل على قندع وعلى شعبها. ففكرت أنه أكتب عنه، عن سيرة حياته، وحتى الناس أو حتى الإريتريين الآخرين يعرفوا عنه يعني. فبالتالي بدأت أجمع المعلومات عن الشيخ رحمه الله. فوالدي قال لي: يا إدريس، أفضل شيء أنك أنت تكتب عن تاريخ مدينة قندع، وأيضا تذكر فيها سيرة ذاتية للشيخ الفاضل عمر مودوي رحمه الله، وتذكر فيها الأبطال يعني مثل الشهيد محمد سعيد شمسي. نعم. وأحداث أخرى يعني شفتها. فجت هذه الفكرة من نصيحة الوالد طبعا. ثم أنا كمان قاعدين نتابع الآن في الإعلام في تدليس للتاريخ. هذه المنطقة منطقة مستهدفة يا أخي أحمد، يعني منطقة تعتبر منطقة ساحل البحر الأحمر، ومستهدفة منذ الأزل. فعندما تسمع في فيسبوك أحدهم ويشكك في شعوب هذه المنطقة ويصفهم بأنهم شعوب مهاجرين، والشعوب الأصلية هي شعوب التجراي وشعوب أثيوبيا. فطبعا الواحد لازم يعني يقدم شيء عشان على الأقل نثبت الحقوق لأصحاب الحق. بدأت الفكرة من هذا الجانب. نعم. جميل جدا. باشمهندس، كده ادينا ملامح عن مدينة قندع. مدينة قندع نعم. طبعا مدينة يعني لها تاريخها ولها مكانة التاريخية البطولية، ومكانتها برضو من من حيث الموقع الجغرافي، وحتى نعم. مكانتها طبيا كمان يعني، صح. والباشمهندس حيحدثنا عنها. فادينا نعم. كده ملامح عن مدينة قندع بإيجاز، بعدين حنخش في محتواه الكتاب من فصول، نعم. ما ركزت في الفصول وليه 7 فصول وهكذا. مدينة قندع تأسست بعد دخول الطليان لإريتريا، هم امم. الذين أسسوها. ولكن التجمع السكاني الذي دخل مدينة قندع كان في أرياف، يعيش في أرياف مدينة قندع. وقلنا هذا التجمع السكاني يتكون من 12 قرية: امم. عائلة، قمهوت، عسوس، عشومة، عد عشكر، عدحة، واريا، قروعة، دفير، ونبرة، ودماس. هذه المناطق هي اللي شكلت النواة الأساسية لتجمع مدينة قندع. فقندع هي تقع في موقع استراتيجي، نحن نقع في وسط ما بين العاصمة أسمرة والميناء الرئيسي والتجاري لإريتريا مصوع. فقندع طبعا حتى من حيث التضاريس هي في وسط ما نعم. بين منخفضات ذات الجو الحار ومرتفعات ذات الطقس البارد. فقندع دائما عندها الجو المعتدل، فتأخذ من المرتفعات وتأخذ أيضا من المنخفضات يعني. نعم. نعم. وتعتبر قندع ملاذ دائما، ملاذ الناس الهاربين من لهيب الصيف، الطقس الحار من أهل، وخاصة أهلنا مصوع، والناس اللي تهرب من زمهرير الجو أو الطقس البارد من المرتفعات. فطبعا هذا الموقع الاستراتيجي أكسب القندع أشياء كثيرة. وقندع تعتبر يعني منطقة زراعية بالنسبة للمنسوب المائي، حسب ما درسناه ونحن في جغرافيا إريتريا، تعتبر أعلى منطقة فيها تمطر فيها الأمطار، شفت، نعم. في إريتريا كلها. فبالتالي فيها طبعا البساتين وفيها المزارع تنتج من الفاكهة ومن الخضروات، دائما يصدر يعني إلى مدن إريتريا الأخرى.
وطبعا وخاصة لما جاء داي وعمل البساتين، معظم منتجات قندع كانت تصدر إلى الخليج وإلى إيطاليا وبعض الدول الأوروبية. نعم. باشمهندس، فيما يتعلق بالفصول، 7 فصول. نعم. فإذا كان الفصل الأول تاريخ التجمعات السكانية التي أشرت إليها قبل قليل في ضواحي مدينة قندع في العهدين التركي والمصري، والباب الثاني كان تأسيس مدينة قندع في العهد الإيطالي، وهكذا. يا ريت لو برضو شاركنا المشاهد في الفصول وعناوين، بعدين حنجي بالتفصيل إن شاء الله في كل فصل. نعم بالتأكيد. الباب الأول والثاني طبعا يتحدث عن، في البداية طبعا في المقدمة، نعم. الباب الأول والثاني عن التجمعات السكانية زي ما قلنا اللي ذكرناها. الباب الثالث يتكلم عن تأسيس قندع وفترة الحكم الإيطالي. الباب الثالث يتكلم عن الانتداب البريطاني في فترة الانتداب البريطاني في إريتريا طبعا. نعم. والباب الرابع يتكلم عن قندع في فترة حكم الإمبراطور هايلي سلاسي لإريتريا. الباب السادس طبعا هذه عن ذكرياتي. الخامس في مدينة قندع تاريخها في فترة هايلي سلاسي. نعم. الخامس، سوري، الباب الخامس يتكلم في فترة حكم الإمبراطور هايلي سلاسي. أيوة. بعدها طبعا الباب السادس أنا هذا تركته لذكرياتي، وفيه أجزاء أكثر من 10 أجزاء. فهذا طبعا باب أنا أراه مهم جدا يعني. نعم. هو من أوسع الأبواب. من أوسع الأبواب، وتكلمت عن سيرة حياتي، ولكن هذه طبعا هي سيرة تعكس عن الطفل القندعاوي، يعني كيف عاش في فترة حكم هايلي سلاسي ومنقسته هايلي ماريام، وبعد دخول الجبهة الشعبية عام 77 لمدينة قندع. نعم. نعم. وفي النهاية طبعا نعم. نعم الخاتمة. نعم الخاتمة الفصل السابع. أيوة، ذكرت فيها معظم شهداء المنطقة، يعني شهداء تحرير تقريبا أكثر من 500 شهيد يعني. نعم. فهذا طبعا أول مرة يحصل في كتب. نعم. شوف والله شوف حتى عفوا على المقاطعة. أنا في تقديري من خلال اطلاعنا على ما يكتب عن المدن وعن التاريخ، أنا أعتقد ده أول، يعني دي تعتبر مدرسة يعني يمكن الاقتداء بها في كتابة فيما أنا أسميه بأدب المدن، يعني مثلا عن مدننا. إذا حبينا نكتب عن مدننا كل المدن الإريترية، هذا يعتبر مرشد. أنا في تقديري لم يصدر كتاب حتى اليوم عن مدينة محددة يتحدث بهذا القدر من المعلومات الغيمة ومعلومات في يعني على سبيل المثال لو دخلنا في الأشخاص الذين ذكروا في هذا الكتاب، الباشمهندس حيحدثنا عنهم، وعدد المناطق حتى المعارك وحتى الأبطال لجيش التحرير أو الجيش الشعبي. يعني أسست لمدرسة وتشكر على ذلك. أنا ذكرت فيه تقريبا من الأسماء ما يقارب من 1200 إلى 1500 اسم. سبحان الله. شوف. نعم. يعني دحين شوف الأشخاص الشهداء أبطال الثورة الإريترية، هدول عددهم يفوق ما 500 اسم أو 500 شهيد. 500 شهيد. نعم. عندنا سكة حديد، عمال سكة حديد زي ما قلت لك، عمال سكة حديد هم معظمهم كانوا من قندع بالمناسبة، من مسوى لحد أسمرة، وحتى ما كمان حتى أغردات بالمناسبة. كثير من الأسر القندعاوية كانت تعمل في سكة حديد، وانتقلوا بسبب العمل إلى أغردات وإلى منصورة وإلى كرن، شفتها، واستقروا هناك. استقرت هذه الأسر هناك. هذول ممكن عددهم ما يقارب 200 اسم. ذكرت أسماء، كل أسماء أصحاب التجار والمحلات، الدكاكين، أصحاب المقاهي، أصحاب يعني السياحة في تاريخ مدينة قندع، المخابز.
أصحاب المطاحن كلهم ذكرتهم، ذكرت أئمة المساجد، المشايخ، نعم أصحاب نعم. الخلاوي اللي كانوا يقرؤوا الناس ويدرسوا القرآن الكريم، هذول كلهم ذكرتهم. بالإضافة إلى وأنا حكام ذكرت. ومحافظين وزعماء وأعيان ووجهاء في مدينة نعم جدة، نعم، والصور كمان يعني هذول كما تشاهد عزيزي أولوية. المشاهد صور. وطبعا أنا دائما نعم. أقول لك أبو هاشم، سوري باشمهندس، أنا دائما أقول أي أبو نعم، هاشم لأنه عندنا زميلنا في الرئاسات إدريس. اسمه أو جديد برضه. التحية. أيوه. فيعني داير أسألك، أقول إنه كتابة كتاب وتوثيق معلومات عن هؤلاء بما فيها الصور والأسماء والأحداث ما حاجة سهلة يعني. فمصادرك كانت شنو أستاذ إدريس؟ شكرا. يعني المصادر نعم دي لابد نذكرها، لأنه ما هو سهل بالذات في بلاد الغربة، والداخل كنت تتواصل معه كيف؟ فيا ريت لو نعم، هذا. شكرا. طبعا المصادر كانت بالنسبة للأمور التاريخية، خصوص التاريخ، أنا قرأت الوثائق والكتب المكتوبة عن المنطقة، يعني خاصة استفدت من كتاب اسمه مفوضية إقليم مسوع أو مفوضية سمهر. امم. هذا كتبه الكاتب الإيطالي كافاليري دانتي دوريتسو. هذا كان من أكبر الموظفين في مدينة مسوع، وبعدين بعدها كتب عن التجمعات السكانية الموجودة في سمهر، وذكر هذه التجمعات السكانية التي أنا ذكرتها. ومن ثم طبعا عندنا من أهالينا اللي هي القصص المتواترة، استفدت منها ودونتها. نعم. نعم. بالنسبة هذا التاريخ اللي هو كان قبل 400-500 عام، طبعا هذه التجمعات السكانية تم إنشائها قبل 500 عام، قبل دخول الأتراك لإريتريا. وقلنا البلو طبعا لعبوا دور كبير في إنشاء هذه التجمعات السكانية. بالنسبة لفترة الحكم الإيطالي والبريطاني وهيل سلاسي ومنغستو هيل ماريام، هذه كمان تتقسم إلى جزئين. نعم. الجزء الأول طبعا أيوة استفدت من الكبار الموجودين وأعيان قندع، من ضمنهم والدي إبراهيم محمد الحسن آيم رحمه الله. الله يرحمه. هو من مواليد عام 1927، وتوفي قبل عام يعني رحمه الله. عاصر طبعا الفترة الإيطالية والبريطانية، وفترة تغيير المصير، وفترة حكم هايل سلاسي ومنغستو، وفترة دخول الجبهة الشعبية، التحرير الأول والتحرير الثاني طبعا. فكان عنده معلومات هائلة وقيمة استفدت منه. استفدت من شوم عثمان، شوم عامر، شوم نوراي، برضو شوم عامر. هذا واحد من وجهاء قندع، كان شوم قندع لمدة تقريبا 20 عاما، ومن ثم أصبح محافظ الإقليم البحر الأحمر، وهو حي يرزق الآن موجود في قندع. ما شاء الله. استفدت من أستاذ عبد القادر شنكحاي، وهو كان برضو أبوه كان شوم في فترة من فترات شوم جمهود، وكان مسؤول التعليم في قندع في عهد منغستو هيلا ماريام، وكان دي او لمدينة حرقيق، وتقريبا هو كان آخر دي او، بعدها تم تحرير إريتريا. استفدت من العم عمر سيد إسماعيل حفظه الله، وهو أحد أعيان قندع وراجل عارف يعني بتاريخ قندع والمنطقة كلها. استفدت من السيد إبراهيم سفاف، وهو شخص فنان وشاعر معروف في أوساط القندعاوية. نعم. وفي نفس الوقت طبعا هو عالم بالأنساب وقبائل سمهر، نعم. وعارف كمان بتضاريس المنطقة كلها، ما شاء الله عنده فيها المام. استفدت منه في أسماء الجبال الموجودة حوالي قندع وفي أرياف قندع، وأسماء الأنهار. يا سلام يا سلام. ممتاز نعم. والله باشمهندس. طبعا إدريس إبراهيم آيم، نحن نجري معك هذه المقابلة
في برنامج مع اللغة العربية في الحلقة 51 من قناة سلام الإعلامية، ونتشرف بك، لأنه واحد من مهام هذا البرنامج هو استعراض ما يكتب باللغة العربية من كتب ومؤلفات وقصائد دواوين يعني، وكذلك الذين يهتمون بأمر نشر هذه اللغة والاعتزاز بها. استسمحك للخروج فاصل قصير، ونعود إليكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج مع اللغة العربية. المشاهدون الكرام، أحييكم مرة ثانية برفقة أستاذنا إدريس إبراهيم آيم، مؤلف كتاب تاريخ مدينة جندع الخضراء، الذي نستضيفه في قناة السلام في الحلقة 51 من برنامج مع اللغة العربية. باشمهندس إدريس، طبعا زي ما ذكرنا إنه أنت استعرضت كذلك أسماء عدد من الطلاب الدفعات الثلاثة في المعهد الديني الإسلامي بالمدينة، مدينة جندع، الدفعة الأولى والثانية والثالثة. ليه اكتفيت بهذه الدفعات؟ دي المصادر اللي قدرت تلقاها ولا كانوا قريبين من نعم، لا، نعم. الدفعات الأولى هذه كان عددها قليل. نعم. وكانت إذا في إمكانية نقدر نتكلم ولو بشيء مبسط يا أخي أحمد عن سيرة الشيخ عمر مودي، مؤسس المعهد الديني في قندع. سلام، يشرفنا ذلك، تفضل. نعم، جزاك الله خير. لأنه سيرته فيها كثير من الدروس والعبر يعني. يا سلام، تفضل، فالشيخ رحمة الله عليه. عمر، أيوة، الشيخ عمر إدريس مودي هو ولد في أحد أرياف قندع، بالتحديد في عد عشكر. ومثل أقرانه يعني هو رجل كان يرعى المواشي عندما كان طفلا يعني، يرعى المواشي. وفي نفس الوقت كان يقرأ عند أحد المشايخ القرآن الكريم. فهذه هي فائدة التجمعات السكانية. من ضمن فوائد التجمعات السكانية اللي كانت في سمهر إنه لكل تجمع سكاني كان عنده شوم وكان عنده شيخ. الشيخ هذا يعني كان عنده يعني زي ما تقول وظائفه كانت متعددة. نعم. هو يعقد العقد في الأفراح وفي الأتراح، يستفاد منه، وفي نفس الوقت يقرأ الأطفال القرآن الكريم، وفي نفس الوقت يعلم الناس دينهم يعني، ويوريهم الحلال والحرام. سلام. شفت؟ نعم. نعم. فهو كان أيوة، فراجل الشيخ اللي كان يدرسه لاحظ في الطفل عمر إدريس مودوي ذكاء، وكان راجل طبعا كان يحفظ القرآن، حفظه كان سريع وكان ذكي. فالشيخ نصحه أن يذهب إلى السودان، فقال له: يا ابني، لكي تتعلم وتستفيد أكثر يجب أن تذهب إلى السودان وتلتحق بالخلاوي الموجودة في السودان، الخلاوي القرآنية العريقة في السودان. فالشيخ عمر طبعا سمع النصيحة واتجه إلى السودان، فدرس هناك في السودان وتعلم القرآن والتجويد. وفي نفس الوقت طبعا في الخلاوي كان يدرسوهم العبادات والفقه نعم. وغيرها من الأمور، يعني التعاليم الإسلامية. وبعدها في السودان برضو لاحظوا ذكاء الطفل عمر، فنصحوه لكي يذهب إلى مصر. طبعا مصر كانت هي الوجهة، كل الناس يعني، والقبلة الناس لكي ينهلوا من التعليم. نعم. فذهب إلى مصر. ذهب إلى مصر في الفترة دي طبعا في فترة الستينيات كان في نوع من التسابق بين مصر والسعودية عشان شو اسمه لزعامة العالم الإسلامي والعالم العربي. فالسفارة السعودية في مصر لما كانت تشوف يعني شباب يأتوا من كل بقاع العالم الإسلامي إلى مصر، وأحيانا المساكين نتيجة لقلة الإمكانيات اللي كانت في ذلك الوقت التدريس في مصر، ما يحصلوا الفرص لكي يكملوا تعليمهم. نعم. فالسفارة السعودية فتحت
للطلبة اللي الأفارقة والأسيويين وغيرهم اللي يجوا من بلدانهم، فتحت لهم المجال. كان تسوي اللهم حضر قلوبنا امتحان قبول نعم الطلبة، وكل واحد يجتاز هذا الامتحان تعطيه تأشيرة وتقدم له منحة دراسية. نعم. شفتها. فالراجل انتقل إلى المملكة العربية السعودية والتحق بجامعة المدينة المنورة، وتخرج من هناك من قسم الشريعة الإسلامية. بعد ما تخرج دار الإفتاء السعودية وفرت له وظيفة، وزارت له الوظيفة في نيجيريا لكي يكون داعية هناك، فهو رفض ورجع إلى إريتريا وقال أهلي أحق بي. وجاء إلى قندع. أول ما جاء إيش سوى؟ اجتمع بأعيان وعمداء القبائل وتجار قندع، وطرح عليهم فكرة تأسيس معهد ديني في قندع. فطبعا الفكرة ما شاء الله وجدت قبول والترحاب من قبل أهل قندع، فالتجار قندع كلهم وقفوا معه. وفي نفس الجلسة كونوا لجنة لدعم قندع. نعم. فكانت اللجنة تتكون من 7 أشخاص رحمهم الله جميعا. الله كان رحمة. العم واحد منهم كان العم بكري محمد نور صايغ، والثاني كان العم شو محمد صالح عاصمة، الثالث كان موسى محمد الحسن آيب اللي هو أنا عمي مباشرة، والرابع كان العم عبد الرحمن أدم، والخامس كان العم محمود محمد درير، والسادس كان مالك الشيخ الأمين، والسابع كان العم، طبعا كلهم أعمامنا، العم مالك والعم سيد داود سيد محمد السابع. فهم دول كانوا تجار وعيان قندع. فهم اللجنة هذه لدعم الفكرة وفي نفس معنويا وماليا. أنا أشكرك أنك ذكرت والله، بارك الله فيك. نعم. وهذا توثيق نعم. بحد ذاته. نعم. أيوة بارك الله فيك. فتح فصلين في قندع. كان في باحة في المسجد، في مسجد قندع باحة كبيرة، وبنوا له فصلين هناك، وبدأ يدرس. شوف من الأشياء اللي سواها، راح إلى ريف سمهر وأقنع أهل الريف عشان يخلوا أبنائهم يدخلوا قندع ويدرسوا في المعهد، يلتحقوا بالمعهد الديني بدل يرعوا المواشي. سبحان الله. فطبعا هو جاب ما يقارب ما بين 15 إلى 20 طالب من الريف. مش سهلة. أيوه. نعم. شوف هذا الرجل ما كان عنده قسم الداخل، شفته، ولا عنده إمكانيات. فإيش سوى؟ أولا ما يقارب 5 تقريبا من الطلاب هو اتكفل بهم في بيته في منزله، والبقية وزعهم في تجار قندع. يا سلام. أيوه. هذا الطالب التاجر يكون مسؤول عن شراء الكتب طبعا كانت توزع لهم مجانا، كانت شراء القرطاسية، ويلبسوا ويسكنوا ويأكلوا، وفي نفس الوقت الطالب يساعد التاجر في الفترة المسائية. الفترة الصباحية يدرس في المعهد، يسكنوا معاه. أي يسكنوا معاه في البيت. نعم. نعم. في الفترة المسائية هذا الطالب يساعد التاجر في متجره. وكذا ما شاء الله يعني. وبعدين هو راجل طبعا دائما الواحد لما يذكر انه هو خريج جامعة المدينة المنورة يتبادر الى الذهن انه هو يكون انسان متشدد. شفته. عمر كان راجل وسطي. نعم رحمة الله عليه. لم يفسق. نعم. لم يفسق على ذكر مجاهدة المؤسسين للمعاهد في إريتريا. نعم. استاذنك يعني شيخ عبد الله أزوز رحمة الله عليه مؤسس ومدير المعهد الدين الإسلامي بأغردات، ويمكن أنا أشرت إلى ذلك واحدة من الأحاديث الإعلامية. يعني كان الشيخ عبد الله أزوز برضو الناس يجوا من الأرياف الطلاب، ثم يأتي إلى المسجد يوم الجمعة الطلاب الذين ليس لديهم أهالي في مدينة أغردات،
أيوة. وبيوقفهم أمام الناس بعد صلاة الجمعة فيقول: أيها نعم. الناس، هؤلاء طلبة علم، وعليكم يعني أنه مد يد العون إليهم. والمطلوب من المقتدرين مثلا يعني أن يأخذ كل واحد مقتدر يأخذ طالب. هذا الطالب نعم. الأسرة اللي بيأخذها رب العائلة مثلا، الأسرة نعم. مسؤولة من حاجات معينة اللي هي آم، الفطور والغداء نعم. والعشاء عند الأسرة. لكن نعم. هذا فقط. وبعدين الطالب يبيت في المعهد أو في آها. الجناح الملحق بالمعهد اللي هو كان فيه خلوة للقرآن الكريم. بالمساء نعم. تتحول الخلوة إلى داخلية، وطبعا الجو سخن فيها غردات زي ما أنت عارف، نعم. ويفرشوا الجماعة على قريبهم في الحوش. نعم. وهكذا يعني شوف مجاهدات الناس. وهكذا كان نعم. الناس الطلبة اللي بيدرسوا في المعهد يعني يجوا من مناطق مختلفة خارج مدينة غردات، وقد تكون من المدن المجاورة للمدينة، ويصبحوا يعني بفضل شوف التفكير ذاته كان كيف لهؤلاء العظماء من علمائنا نعم. وشيوخنا الأجلاء رحمة الله عليهم. وتفضل، أنا حبيت بس أذكر من باب الذكر بالنسبة جزاك. للشيخ عبد الله العزوز رحمة الله عليه. وأعتقد نفس الأمر بارك. بالنسبة لمعهد عنسة بوازن للشيخ محمد علي زروم، ربنا يديه الصحة والعافية. وكثير من نعم. المعاهد اللي كانت، وربما نعم. كمان في معهد الدين الإسلامي في أسمرة، نعم. كانوا هؤلاء يعني يجاهدوا في هذا الدين الحنيف. تفضل. نعم. فالرجل طبعا لم يصطدم بالمجتمع. المجتمع كان فيه بعض الأخطاء، امم فحاول كسب قلوب الناس. شفتها. وكان دائما كان عنده حلقات الذكر وحلقات تعليم القرآن نعم. الكريم بعد الظهر وبعد العصر. شفتها. شيخ فالناس كانت تحضر، وكان يقوم بتنوير الناس وتعليمهم تعاليم دينهم بكل بساطة وسلاسة. يعني ما شاء الله تبارك الله. يا سلام. رحمه الله. اشتغل الرجل حتى المعهد بعدها طبعا توسع، وصار بدلا فصلين 6 فصول. وين توفي الشيخ مودوي؟ في جندة؟ توفى في الإمارات في الواقع. في في الإمارات. الإمارات. مم. راح للعلاج هناك، لكن كان مستقر هو في السودان في مدينة الغضارف. طبعا في التحرير الأول عندما دخلت الجبهة الشعبية حصلت مضايقة من قبل الجبهة مم. الشعبية للشيخ عمر. فطبعا الجبهة الشعبية دائما بتحارب، في فئات بتحاربها الجبهة الشعبية، من ضمنهم الأعيان والدعاة والتجار. هذول الثلاثة دائما تحاول تحاربهم، لأنه كانت ترى هذول ممكن يشاركوها في تشكيل المجتمع. فكانت طبعا الجبهة الشعبية كانت عايزة تشكل المجتمع برؤيتها. ف وقد كان ايوه، مع الأسف. فتم نعم. تقاعده وللاسف ترك جندع عام 1977 واتجه الى القضارف. وفي القضارف برضو أسرة وين؟ أبناء وين شيخ مودوي رحمة ابناء الله عليه؟ بعضهم في السودان، والبعض الاخر في الامارات العربيه المتحده يعملوا، وبعضهم في السعوديه. والله نحن عبر هذا البرنامج وهذه الحلقة نعم. والقناة المباركة أنا أدعو أسرة الشيخ مودوي، نرحب بهم في قناتهم نعم. ليأتوا ويتحدثوا عن سيرة والدهم العاطرة، وفي نفس الوقت يتحدثوا عن رجال حول الشيخ مودوي. أكيد دائما في جزاك. رجال حول هؤلاء نعم. الكبار من علمائنا وأساتذتنا نعم. وشيوخنا الأجلاء رحمة الله عليهم. وكان زميل إبراهيم. نعم. برضو خريج معه كان الشيخ ابراهيم سعيد. كان واحد من اصحابه يعني، وين فهم الاثنين موجود؟ كان. موجود. الشيخ ابراهيم كسلة دحين موجود في كسلة، حي يرزق طيب، موجود نتمنى في كسلة. نتمنى ان شاء الله تربطنا به باشمهندس ادريس ان نعم. ان شاء الله لو شاء الله تمكنت باذن. يعني. نعود الى نعم. الكتاب مشاهدينا الكرام، ونحن في هذا الجزء، وسيكون هو الجزء الاول في هذه الحلقه ان شاء الله. سنكمل مع باشمهندس ادريس في الحلقه القادمه، لكن قدامنا زي 10 دقائق او 15.
الكتاب برضو من مميزاته أنه حتى اهتم بتفاصيل هذه المدينة. ذكرت أصحاب المحال التجارية والمخابز والمقاهي والمطاعم في مدينة جندع، ونذكر منهم مثلا على سبيل المثال ليس الحصر دكان العم محمود آدم، والعم محمد نور حبيب، والعم أحمد شري، والعم جابر إبراهيم درير، والوالد محمد شافعي. محمد الحسن آيم. ده والدك مش كده؟ نعم، الله عليك. رحمه الله. وعلي جابر آيم، محمد سعيد جابر آيم، والآيم كتار ما شاء الله. وكلمة آيم دي كيف، ماذا وصلك من تفسير لكلمة آيم؟ ليس بالمصحف. والله حتى الآن مم. حتى الآن ما في أي تفسير للأسف يعني. مم. فممكن تكون هي كانت قايم وتحولت إلى آيم مع وجود الفترة التركية تظاهرات. ممكن. وكذلك برضو عندك مجموعة من أصحاب المحال والترزية كذلك، ما خليت الترزية. وكذلك يعني أسماء المطاحن أصحابها، يعني وأصحاب نعم. المقاهي والمطاعم وبائع اللحوم وأصحاب الأفران والمخابز والخضر. والله هذه سياحة ما بعدها سياحة بأمانة. وكذلك رصدت عدد من الفنانين التشكيليين وغيرهم، ومن الشعراء والفنانين، وكذلك أسماء الشيوخ في الكتاتيب وغيره وغيره. حبيبنا الغالي، في إيجاز، ماذا أضاف لك هذا الكتاب بالنسبة لك وأنت مهندس زراعي أستاذ آيب؟ أضاف لك شنو نعم. تجربة، لأنه أنت طلعت من تجربة ما عادية يعني. نعم، والله أنا أولا تعرفت على مجتمعي. امم. أنا تعرفت على مجتمعي، ودائما يا أخي مع أحمد عندما يوصف أهل المخفضات بصفة عامة نعم. هذا المجتمع يوصف كأنه مجتمع بدائي، مجتمع رعوي بدائي سبحان الله. تنقصه أشياء كثيرة. شفتها؟ هذا المجتمع تأسس وتكون على سبيل المثال، بس مجتمعنا هذا اللي هو مجتمع القندع، هذه التجمعات هذه امم. تأسست قبل 500 عام، وكان في قوانين يعني لكل قبيلة كان عندها شوم، القبيلة عندها شوم، ويكون في قبيلة الدقية بما يقولوا يسمى بالإدارة الأهلية، يعني كإدارة أهلية. نعم، نعم. شوم أكبر، شوم أكبر. هذه تجمعات سكانية يعني. زي ما قال كافالير دانتي ذكرهم، قال هذه المناطق كانت مناطق حضرية وتسكنها قبائل عدة. هذه امم. القبائل عدة مختلفة تآلفت وعاشت مع بعض، وحصل فيه تعايش سلمي واحترام المتبادل بينها. شفتها؟ وتكون بينها ألف، يعني ما شاء الله تبارك الله. دحين نقول مثلا نفرين اتقابلوا، واحد من عد عسكر والثاني من عشوم، فتقابلوا ممكن يكونوا هم من قبيلة واحدة، نقول على سبيل المثال أنه هم قبيلة دوبعات. نعم. شفتها؟ فلما يلقاه في الشارع يقول له السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا عايز يتعرف عليه، يقول له من لبلوكم ومن أي أنتم لبلو. يقول نعم. يعني أنتم يعني من اسمك ومن يعني قاعد نعم. يسأل عن قبيلته وعن منطقته يعني. شفتها؟ فالثاني ايش يرد عليه؟ فلان ود فلان لبلوني من دوبعات احنا ومسكبنا عد عشكرت. يقول وبعدين يسألوا الثاني انتم من لبلو؟ نحن فلان وفلان لبلونا من دوبعات احنا ومسكبنا عشومات. يقول شفتها؟ سبحان الله. نعم. فهذه القبائل يعني كانت متوزعة ومتشابكة. في جزء من قبيلة ألف تجده في عد عسكر، في تحصله في عائلة، تحصله في جمهور، تحصله في جزء، والجزء الثاني تحصله في مكان آخر، وهكذا يعني. فحصل تآلف وكان في احترام متبادل، وهذا كمان يعني خلق يعني الشعب هذه المنطقة بالذات يعني ناس مسالمين إلى أبعد الحدود يا أخ أحمد. نعم. نعم. شفت؟ نعم. مسالمين وناس طيبين، وفي نفس الوقت يحترموا القانون. شفتها؟ والحضر، ما نعم، عندهم محضرين، نعم. المدنية. نعم. ايوه. فهذا قبل دخولهم، لسه قبل تاسيس قندع وقبل تاسيس. فهذا ما شاء الله كان عنده شيء ايجابي، وعندما دخلوا قندع اخذوا معاهم هذه
القيم، شفتها. وهذه الموروثات التي ورثوها عن أجدادهم وأدخلوها إلى قندع. فحصل نفس الشيء، نفس الانسجام حصل في قندع و... و... وتعايش سلمي يعني، نعم. ما شاء وحتى الله تبارك التآلف اللغوي الله. بالمناسبة في مدينة قندع، مدينة قندع نعم أيوة، وإن كان هي سيادة اللغة العربية فيما سبق من عهود كانت هي السائدة، نعم لكن طبيعي جدا تتحدث في قندع بالتقريت، تتحدث نعم بالساهو، تتحدث نعم بالتقرينيا، وتتحدث باللغة العربية. فهذا بالتأكيد بالتأكيد. النسيج والتناغم اللغوي والثقافي نعم آه لم يأتي من فراغ. أشرت حضرتك إلى مجموعة من الإخوة اليمنيين الذين هم نعم من أصول يمنية، لكن هم من أبناء مدينة قندع. نعم وكان لهؤلاء اليمنيين وجاليات أخرى كان لهم دور كبير حتى نعم في العمل الوطني الكبير. كذا حدثنا عن نعم الحكمة دي يا باشمهندس من خلال توثيقك في الكتاب تاريخ مدينة قندع الخاص. جيد. شكرا. أولا شوف، أنا من خلال خبرتي إذا عايز تعرف مدينة فيها خيرات تجارية، أبحث عن الجالية اليمنية. نعم نعم نعم، لهم التحية والتقدير والله، أحبابنا. كبير. نعم الجالية نعم اليمنية لا يمكن اليمني ده يهاجر من بلده من قريته ومن فقر يمشي إلى فقر آخر. شفتها. فشوف المدن سواء كان غردات، كرن، مسوع، أسمرة، قندع أسمر. برضو. نعم أسمرة. نعم هذه الجاليات هذه المدن كان فيها جاليات يمنية، فيعني فعلا كان في أينما وجد تجارة. المؤمنين فيه الخير زي ما ذكرت، خيري الدنيا نعم والآخرة ذاته، والله حتى الجانب الديني كمان. نعم. بالتأكيد بالتأكيد. فالجالية اليمنية في قندع كانت أصلا هي جالية يمنية صرفة، يعني جوازاتهم كانت جوازات يمنية، وكانوا يدفعوا للحكومة الأثيوبية ثمن الإقامات حقهم، وكان يجددوا الإقامات كل سنة تقريبا، سنويا كان يجددوا إقاماتهم مم. وليش اسمه رخصهم يعني، شفت مم. التجارية. وتاجر طبعا اليمن، طبعا العملة الأثيوبية كانت عملة قوية، فالريال الأثيوبي يا أحمد كان يصرف في اليمن 10 ريالات. مم. شفتها. فالتاجر اليمني يأتي ويشتغل في التجارة، شفتها، ومن ثم يذهب إلى اليمن يشتري عقارات ويفتح كمان إيه تجارة، شفتها في اليمن. غير تجارته في إريتريا. نعم. نعم انت غير تجارته في اريتريا. وفي نفس الوقت هم افادوا صراحه، يعني من ناحيه نعم. التجاريه انا زي ما قلت لك افادوا للمجتمع، وعوا مجتمعنا. شفتها. هم طبعا هذا المجتمع زي ما قلت لك مجتمع طيب، ما فيه الغدر وما فيه الخيانه، شفتها، وفيه الامانه. شفتها. فايش كان يسوي التجار اليمني لما يجي يشغل واحد من ابناء المنطقه معاه؟ هذا ابن المنطقه طبعا يشتغل مع اليمني ويفتح عيونه ويتعلم التجاره. نعم. التجاره اصلا، التجاره بالمناسبه مش انه كل واحد عنده راس المال يا احمد اخوي ينجح في التجاره. التجاره لها اسرار، يا اما انت تورثها من والدك أو او من تتعلمها. اجدادك، نعم. او تتعلمها بالعمل. شفتها مع صح. واحد من التجار. شفتها. فافادوا المجتمع، وفي نفس الوقت من الناحيه الدعويه برضو يعني كان منهم مشايخ زي الشيخ عبد الله القراري، كان هو يقال حتى فكره بناء مسجد قندع كانت فكرته، يس. وكان هو الامام له ومؤذن الرحمة. في البدايه، وكان يقول التراحيم. الله شفتها التراحيم الله. الصباحيه هذه، طبعا التراحيم هذه مش موجوده فقط في سمهر. هذه موروثات احنا ورثناها من الاتراك يا اخ احمد. في بركة كان عندنا. كان في أيوة، يا أرحم الراحمين ارحمنا. نعم حي كان يقول ونترحم على الشيخ إبراهيم والد الشيخ آه، أحمد. يا أرحم الراحمين ارحمنا. تراحيب. ايوه والله العظيم، ونحن في أطفال في مدينة غرداد، يعني نعم التراحيم دي ذاتها يعني قبل نعم الأذان، يعني بتخليك ذاته حقيقة يعني شعور يعني بتديك شعور. إحساس. نعم، لأنه الأذان ده ممكن يؤذن وينتهي، صح لكن صح. التراحيم دي بتستمر زمن. نعم صح. أرحم الراحمين ارحمنا.
وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا يا الله. أرحم الراحمين إن ارحمنا. شاء ويستمر حاجة بتاعت 20 دقيقة. الله. أيوه، أيوه، نعم. والناس نايمة في داخل والله نعم. بطانيات يعني، تستمع له يعني، شُفتها؟ ف وكان في تجار كمان ساهموا، كانوا يساهموا، هم طبعًا الأخوة اليمنيين في في قندع بالذات يعني، انصهروا في المجتمع، فهم كانوا يتكلموا لغة التجرايت، ما كانوا يتكلموا ذاته عربي حتى فيما بيناتهم يعني، شُفتها؟ فكانوا يتقنوا التجرايت يعني، شُفتها؟ يا ف سلام. لا، دورهم أيوه، مشهود، دورهم مشهود، دورهم مشهود في دعم الدين مجهود، وحتى وتثبيت المجتمع أركان زي هذا ما قُلت الدين لك. الحنيف. والله بأمانة دعموا نعم. المعالم و... هذا إيش، وتعرف المجتمع. وعملوا الأوقاف، الأوقاف نعم، التي أوقفوها من عقارات ومنازل وحيشان نعم، لا حصر لها. نعم، وإن شاء الله نعم. يوم من الأيام حنجي نتحدث عن دور المساجد، معظم الجانب. المساجد نعم، معظم المساجد. المساجد هم بنوها، معظم المساجد، وخاصةً في أسمرة بالمناسبة التي تم بناءها في عهد الإيطالي وعهد البريطاني، هم الحضارم واليمنى اللي كانوا موجودين في أسمرة، نعم، نعم، صراحة الفضل نعم، له يرجع لهم، هذا الفضل. نعم. نعم. حتى باشمهندس الآن إدريس، أنا سعدت بلقائك. معليش نحن أدركنا الوقت، يعني عملنا معك ساعة نعم، تقريبا، ولكن للحديث أيوه، بقية دائما يعني في إمم، سبيل الزمن في الأحاديث المهمة، خاصة فيما يتعلق بالمؤلفين والحديث إليهم. أنا أشكرك باسم كل المشاهدين من قناة سلام الإعلامية، وفي حلقة من برنامجها مع اللغة العربية في الحلقة رقم 51. أنا أشكرك، نتيح لك المجال لتتحدث وتودع المشاهدين على أمل اللقاء بك في نعم. الحلقة القادمة بإذن الله. تفضل أستاذنا إدريس إبراهيم آيم. ي يعطيك العافية أخي أحمد. بعد توزيع النسخ من الكتاب وظهوري على قناة الريسات، وطبعًا كان في شوية تعليقات من بعض الأخوة، مه. وبعض منهم كان يعني كانت تعليقات مشجعة، جميل. وبعض من بعض الآخر يسأل من مزيد من الإيضاحات حول ما كتبت يعني. مزيد من الإيضاحات دي ممكن نقولها في الحلقة القادمة، أيوه، فأنا نبدأ أقول بها بإذن إذا في الله. إمكانية الحلقة القادمة دي نخصصها ذاته، إن ل شاء الله. عشان نجاوب عن أسئلتهم، ونوضح لهم بعض الأشياء التي بإذن هي الله بالنسبة تعالى. لهم غير واضحة. نعم، نعم. ده سيكون المحور الأساسي لمزيد من نعم، الإيضاح، الإجابة على تساؤلات القراء. نعم، وغير ذلك برضو الكتاب، الواحد لو دار يعني يصل، كيف يصل إلى الكتاب، بمعنى كيف يتصل بالمكتبة، بالموزع مين وكده بتاع ده. إن شاء الله هذه وغيرها من المحاور سنناقشها وإياك في الحلقة القادمة إن شاء الله. أيها إن شاء المشاهدون الله. الكرام، أحييكم تحية طيبة وحارة مرة ثانية من قناة سلام الإعلامية في هذا البرنامج. آمل أن ألتقيكم في الحلقة المقبلة بإذنه وحوله تعالى. تحياتي محدثكم أحمد شريف برفقة أخونا البشمهندس إدريس إبراهيم آيم، مؤلف كتاب تاريخ مدينة قندع الخضراء. وتحيات زملائي في الإشراف والإخراج الذين يسهرون لإخراج هذه الحلقة بالشكل الذي يليق بها وبكم أيها الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.